كتير قوي بنسمع عن الصناعات اليابانية ومدى التطور والإتقان في التصنيع، خاصة أنا واحد من عشاق العربيات الياباني بشكل عام، بشوف فيها أفضل تجربة قيادة مع اتزان عالي واعتمادية كبيرة جدا. هنتكلم النهاردة عن واحدة من أهم إصدارات الصناعة اليابانية واللي انتشرت بشكل كبير في الأسواق العالمية وما زالت مطلوبة لحد وقتنا ده. كلامنا النهاردة عن دايهاتسو شارد. دايهاتسو اليابانية واللي تابعة لشركة تويوتا عملاقة صناعة السيارات في العالم، واللي كانت سياراتها بتتميز بالقوة والاعتمادية، وده اللي شفناه من إصداراتها في كل الموديلات. دايهاتسو شارد بتصنف كعربية مدمجة بحجم متوسط، ونزلت بالشكلين سيدان 4 أبواب وهاتشباك 3 أبواب و5 أبواب، وكان أول ظهور ليها سنة 1997 واتصنعت في اليابان واتجمعت في بلاد تانية زي فنزويلا والصين واندونيسيا واليونان وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا، ونزلت بكذا جيل. أول جيل من بداية تصنيعها الفعلي سنة 1977 لسنة 1983، والجيل ده كان بعربية هاتشباك 5 أبواب مع موتور 1300 سي سي كربرتير جر أمامي بقوة 47 هورس باور مع فتيس مانوال 5 سرعات واوتوماتيك 4 سرعات، وظهر بنسخة 3 أبواب في نفس السنة. أما الجيل الثاني كان من سنة 1983 لسنة 1988، والموديل ده نزل بتعديلات خفيفة في الشبكة والكشافات الأمامية، والموديل الثاني نزل من سنة 1985 وحصل فيه تعديلات بشكل مختلف في الشبكة والكشافات الأمامية والخلفية، ده غير إنه اتزود بتربو تشارج وموتور ديزل. والجيل الثالث نزل من سنة 88 ل 93، وده بقى حصل فيه تعديلات في الشكل الخارجي بالكامل بشكل انسيابي وعصري أكتر. الجيل الثالث نزل بنسختين، نسخة سيدان مع موتور بقوة 1300 سي سي 4 سلندر جر أمامي 75 هورس باور مع فتيس مانوال 5 سرعات واوتوماتيك 4 سرعات. الجيل الرابع واللي تم إصداره من سنة 93 لسنة 2000، وموديلات الجيل ده نزلت بنفس مواصفات الجيل اللي قبله مع تعديلات خفيفة في الشكل الداخلي والخارجي، ده مع تغييرات في قوة الموتور، فكانت بتنزل بموتور بقوة 1300 و1500 و1600 سي سي، لكن أكتر الموتورين انتشارا في مصر واللي موجودة لحد وقتنا ده موتور ال 1300 سي سي 3 سلندر جر أمامي بفتيس مانوال 5 سرعات واوتوماتيك 4 سرعات، والموتور الثاني 1500 سي سي 52 هورس باور جر أمامي 4 سلندر مع فتيس مانوال 5 سرعات واوتوماتيك 4 سرعات. اهتمام دايهاتسو بالعربية كان في كل موديلاتها، وده اللي ظهر في التعديلات اللي كلمتك عليها والكماليات اللي نزلت من الجيل الثاني زي سنترلوك وباور وازاز ومرايات كهرباء وتكييف مع فتحة سقف وساوند سيستم. دايهاتسو شارد اتوقف انتاجها عالميا سنة 2000، لكنه استمر لسنة 2012 في الصين، وده دليل قوي على استمرارية الطلب على دايهاتسو شارد بموديلاتها، وده بيرجع لانتشارها القوي في بلاد كتير لكن ما حققتش الانتشار ده في مصر، وده برغم اعتماديتها ومتانتها وتجربة القيادة الممتعة فيها، وده على العكس ان عربيات فيات اللي انتشر بشكل كبير جدا وخدت الصيت العالي على الفاضي. والتناقض ده للاسف بيودينا لنقطة مهمة، وهو ان في خلل في السوق في مصر وحاجات كتير هنتكلم عنها بالتفصيل. والحقيقة انا شايف ان دايهاتسو شارد واحدة من اكفأ العربيات، وده بسبب التوليفة الجميلة ما بين مواصفاتها وامكانياتها، وده اللي بيظهر بشكل واضح مع الاداء. وانا هنا هكلمك عن مواصفات اخر جيل واللي نزل بموتور 1300 سي سي لان ده اللي اكتر انتشارا. فدايهاتسو شارد كان بتيجي بطول 3 متر 78 للهاتشباك و4 متر 8 سم للسيدان، وعرض متر 62 وارتفاع متر 39 وارتفاع عن الارض 11 سم، مع طول قاعدة عجلات 2 متر 40 وسرعة قصوى 160 كيلو للهاتشباك و170 كيلو للسيدان، بمعدل تسارع من 0 ل 100 في 13 ثانية، مع معدل استهلاك البنزين في الهاتشباك 7 لتر والسيدان 9 لتر لكل 100 كيلو، بتانك بنزين بسعة 50 لتر مع وزن 850 كيلو للهاتشباك و1130 للسيدان. اخر حاجة سعة الشنطة الخلفية واللي بتيجي بمساحة 205 لتر للهاتشباك وبتوصل ل 505 لتر، وده في حالة طي المقاعد الخلفية. اما السيدان فبتوصل ل 345 لتر.
دايهاتسو شارد زي ما قلت لك واحده من اجمد واحلى العربيات اللي ممكن تجربها، وده في الجيل الرابع اللي ذكرت لك مواصفاته، لكن ده في حاله ان العربيه عفشتها كويسه وان الموتور في حالته الطبيعيه وما فيهوش اي اعطال. وانا لما ذكرت ان انتشارها كان محدود في مصر ما اقصدش انه معدوم والعربيه مش موجوده، لا الشارد موجوده وبشكل كبير كمان، لكن لا يقارن بعربيات تانية منتشره بشكل اكبر رغم انها اقل في الامكانيات. وانحيازي لدايهاتسو شارد جه نتيجه لامكانياتها ومميزاتها. اول ميزه الاعتماديه، فالعربيه بتمتلك موتور قوي واعطاله قليله خاصه لو متابع الصيانه الدوريه باستمرار، ونفس النظام في الكهرباء والاجزاء التانية. تاني ميزه مساحتها الداخليه ومساحه التخزين، وده في كل موديلاتها حتى الهاتشباك واللي تبان صغيره لكن بتستوعب 4 افراد بشكل مريح، ده مع مساحه الشنطه الخلفيه لو محتاجها في شغل او غيره. تاني ميزه تجربه القياده، فالعربيه زي ما ذكرت ممتعه جدا جدا في السواقه خاصه موديلات الهاتشباك، وده اللي هتلاحظه على الطرق السريعه مع الاتزان والسرعه وسهوله التوجيه. رابع ميزه المتانه، وده لان صاجها قوي ومش ورق زي ما بنشوف موديلات كتير في وقتنا ده وعربيات اغلى منها في الثمن. خامس ميزه نظام التعليق، واللي بيتميز بالمتانه ورغم كده الا انه بيدي راحه كبيره للعربيه وسلس مع الطرق بشكل كبير، لكن مش معنى كده انك تدوس في اي طريق وتعمل عفشتها، لازم من فتره للتانيه تتابع مع صنايعي مختص وتشدها. سادس ميزه التصميم، تصميمها عصري وممتاز خاصه موديلات الهاتشباك، واللي مع اي تعديل فيها بتحس ان العربيه قلبت موديل السنه. سابع ميزه صيانتها سهله ومريحه لاي صنايعي، لكن طبعا يستحسن توديها لصنايعي مختص. تامن ميزه الكماليات والتجهيزات، فالعربيه في اغلب موديلاتها بتنزل بكماليات مطوره عن عربيات تانية نزلت معاها في نفس السنه، ولو رجعت بالفيديو شويه هتلاقيني ذكرت الكماليات بالتفصيل. اخر ميزه سعرها، واللي بعتبره قليل على امكانياتها وكفاءتها بالمقارنه بعربيات تانية من نفس الفئه. زي ما دايهاتسو شارد ليها مميزات الا انه برضه ليها عيوب ممكن تكون سبب في ان الناس ما ترجحش انها تشتريها، او لعيب اقترابها من الارض، فالعربيه واطيه شويه وده بيسبب احتكاك مع المطبات خاصه لو في وزن. تاني عيب قطع غيارها، واللي مش متوفره في كل المحافظات للاسف، ده غير انها غاليه نسبيا لكنها بتقبل قطع غيار بديله. تالت عيب اعاده بيعها مش قوي، وده لان العربيه مش منتشره بشكل كبير. طيب الخلاصه كده، اشتري دايهاتسو شارد ولا لا؟ انا عن نفسي بقول لك طبعا اشتريها، وده لانها فعلا قيمه جدا مقابل سعرها. دايهاتسو شارد خاصه موديل الجيل الرابع الهاتشباك انسب عربيه تشتريها خاصه لو انت شباب، فالعربيه بتقبل تعديل وبيبقى شكلها في حته ثانيه خالص، وصدقني انت لو جربت تسوقها مره هتلاقي نفسك حبيت العربيه وعايز تشتريها، ده غير انها اعتماديه ومش هتتعبك بقى في اعطال وغيره. وبالنسبه لمشكلها سواء قطع الغيار او اعاده البيع، فقطع الغيار في وقتنا ده لو معاك صنايعي كويس ما تشيلش هم حوار قطع الغيار تماما، لانك هتقدر توفق عليها اي قطعه انت محتاجها، ده في حاله انها احتاجت قطع غيار. وبالنسبه لاعاده البيع فمفيش عربيه ما بتتباعش، خاصه بقى لو كنت مهتم بيها وما فيهاش اي مشاكل. من الاخر كده دايهاتسو شارد الجيل الرابع هاتشباك واحده من اجمل العربيات اللي اتكلمت عنها. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.